خلي بالك 313 اي حركه له لازم تبقى في منتهى الانضباط من دلوقتي. حاضر يا فندم. طيب مش تروح انت علشان تستريح لك شويه قبل ما تسافر بكره؟ الحقيقه يا فندم انا حاسس ان الدقيقه دلوقتي ليها ثمن، مش بالنسبه ل 313 بس، انما بالنسبه لشريفه اخته. طب ليه؟ ليه؟ لاني لما رجعت مره واتنين لتفريغ الحوار اللي دار بينك وبين رأفت اكتشفت اننا ممكن نحط ايدينا على بعض الشخصيات اللي ممكن هو يقدمها لنا. وافرض حتى عرفناهم بالواحد، ايه المشكله؟ وليه ما نختارهمش من دلوقتي بحيث نخلي السيد مصطفى لو رأفت جايب معاه اسماء فعلا يطلب منه يقرب من الاسماء اللي احنا اخترناها اكتر. بس لاحظ ان معلوماتنا عن الناس دي ما اكتملتش لحد دلوقتي. طب ما نحاول نعرفهم اكتر. ازاي؟ احنا دلوقتي في شهر ديسمبر، يعني في الكام شهر الجايين هنكون جمعنا معلومات كافية عنهم. ايه اللي يمنع نخلي رأفت توجه لهم دعوات على رحلات ربيعية خارج اسرائيل؟ رحلات على فين مثلا؟ قبرص. قبرص هيكونوا تحت عينينا ليل نهار، ونقدر ندبر امر الفندق من غير رأفت ما يعرف. بالشكل ده نقدر نعمل لهم دراسات نفسية وسلوكية، وقبل ما يجي الصيف نقدر نديله الضوء الاخضر بالنسبة للاسماء اللي هنختارها. بس لاحظ ان ديفيد له اسلوبه الخاص وانه شديد الحرص. ما هي دي النقطة اللي مخلياني مش عاوز اضيع دقيقة واحدة. فكرت في زيارته للقاهرة؟ في مشروع خطة، بس انا مش عاوز اجيبه قبل ما الارض تكون ممهدة تمام. تقصد شريف اخته؟ شريفة بالنسبة لرأفت مش مجرد اخت بس، انا من دراستي لعلاقتهم والاسلوب كلامه عنها معاك او حتى قبل كده مع السيد محسن ممتاز والحوار اللي دار بيني وبينها، حاسس ان شريفة الهجان ممكن تكون نقطة قوة في شخصية رأفت. لو قدرنا ندعمها وفي الوقت المناسب هنكسب كتير كتير قوي. يا شريفة انت مش فاهمة قصدي. ما انا مش عارفه اللي اسمه سهيل باتع ده لو اتصل بيا بالتليفون وقال لي ان هو معاه جواب من رأفت، مش عارفه اعمل معاه ايه. فهميني ارجوك يا شريفة، انا ما زعلتش منك انك انت قابلت الراجل اللي جاب لك الجواب الاولاني. الا بالمناسبة هو ما قالكيش اسمه ايه؟ ما قالش. وانت ما سألتيهوش؟ اساله ازاي وانا خايفه ومرتبكه وملهوفه ومرعوبه. من ايه؟ منك طبعا يا حبيبي. يا بقالي كتير قوي ما سمعتهاش منك يا شريفة. يا رفيق انا ماليش غيرك. عشان كده يا شريفة انا مش عاوز ازعل منك تاني. يا رفيق لازم تفهمني، انا بحب اخويا رأفت قوي. رأفت ماليش في الدنيا غيره، اخويا ابن امي وابويا، اخويا شقيقي. يا شريفة افهميني ارجوكي، انا ما زعلتش منك انك انت استلمت الجواب بتاع رأفت. امال ايه اللي زعلك؟ انا زعلت منك لانك استقبلت راجل غريب في بيتي من غير ما تديني خبر. ما انا قلت لك يا رفيق قبل كده كنت خايفه منك. هقول يا شريفة هنرجع للحكاية دي تاني. طب لو جاني جواب من رأفت اعمل ايه؟ تستلميه طبعا، بس تقولي لي. برقية من شركة ويست اند للسياحة في لندن. أدم سامحوني، اعذرني، بس أنا فعلا سعيدة، مش مصدقة. ايه سعيدة مش مصدقة؟ البوي فريند طلب ايدك؟ أنا ما عنديش بوي فريند أدم سامحوني. يبقى اكيد شباب اسرائيل كلهم بقى نظرهم ضعيف. دي برقية من شركة ويست اند للسياحة. بس احنا عمرنا ما اتعاملنا مع شركة بالاسم ده قبل كده. دي بتطلب فيها من ماجي تورز إرسال معلومات عن إمكانية الشركة لاستقبال أفواج في الصيف. غريبة. معقولة ده؟ في حاجة أدم سامحوني؟ ايه يعرف شركة زي الويست اند دي بينا؟ اقعدي اقعدي يا هدات، اقعدي. هي مش دي برضو حاجة كويسة؟ ايوه بس احنا
عمرنا ما اتعاملنا مع شركه انجليزيه قبل كده. بس كان لينا علاقة بيها. مين قال الكلام ده؟ أنا لما جيت الشركة هنا طلبت مني أعمل دراسة على كل الأوراق الخاصة بالشركة. ده صحيح؟ بصراحة اكتشفت إن أستر جد، أقصد جيفيرت جادوسكي، سكرتيرة ممتازة قوي. ايوه. مال ده ومال الويست اند؟ من 3 سنين أو أكتر الشركة هنا بعتت خطابات لعملاء الشركات السياحية في جميع دول أوروبا تقريبا. ايوه ده حصل فعلا. انا فاكر كمان ان شريكي السابق قول له ظروف كان سعيد جدا لما طلبت دليل شركات السياحه اللي في العالم كله، وقال ان ده نوع من الطموح. مش ويست إند كانت شركة من الشركات دي. انت متاكده؟ أنا قبل ما أدخل لك هنا تأكدت من كل المعلومات دي والدوسيه على مكتبي. ايوه بس ايه يعني اللي فكرهم بينا بعد المده دي كلها؟ احتمال ما كانش فيه أفواج يبعتوها لإسرائيل، أو الظروف ما كانتش تسمح إنهم يبعتوا أفواج لإسرائيل. على العموم احنا مش هنخسر حاجه. اكتب لهم. ممكن أقول رأيي؟ طبعا بكل تاكيد. أنت عارف إن المقابلة الشخصية في الحالات اللي زي دي ممكن تجيب نتائج أفضل بكتير. انت عايزاني اسافر لندن يا هديت والافواج الايطاليه جايه بعد كام يوم؟ أنا ما قلتش كده، خصوصا إننا في ذروة الموسم والأفواج الإيطالية هتوصل بعد 3 أيام. وجودك في تل أبيب مهم جدا، بس ممكن نبعت لهم برقية بالمعنى ده ونطلب منهم تحديد موعد بعد رأس السنة. أدم سامحون، أنا قبل ما أشتغل هنا اشتغلت في 3 شركات سياحية قبل كده، وهيبقى شيء عظيم جدا إن ماجي تورز تحقق النجاح ده وأنا فيها. هي بس المساله مش مساله صراع يا هديت. أنت اشتغلت موظف قبل كده؟ احيانا كنت موظف. يبقى لازم تعرف إحساس الموظف لما يحب ينجح في وظيفته، خصوصا لو كان بيحب الوظيفة دي ومتمسك بيها. ايوه بس ده برضه ما يمنعش انك تخبطي على الباب قبل ما تخشي. ياه ايه مالك؟ تصور أول مرة أشوفك بتضحك. انت عارفه انا لو عاقل اول حاجه اعملها معاكي تبقى ايه؟ تديني علاوة وبعدين افصلك. Thank you. Welcome, sir. لا مفيش داعي للاسف، اتفضلي. لا شكرا. على اني اتعامل مع شركه عظيمه زي الويست اند. شكرا مستر سامحون. تاخد شاي معايا؟ يبقى شيء عظيم جدا. هو كان من الصعب على الويست اند انها تختار شركه سياحيه في تل ابيب، لان احنا لم يسبق لنا التعامل مع اي شركه من شركات السياحه في تل ابيب. بس حتى انا في السنوات اللي فاتت ما كانش عندي الفرصه ان انا ابعت اي افواج سياحيه الى تل ابيب او الشرق الاوسط الا في النادر. عموما دلوقتي الاحوال اتغيرت عن الاول كتير. طيب ندخل في الموضوع. انا على اتم الاستعداد.
بعد برقيتك الأولى وصلتنا رسالة تانية بتشرح فيها النشاط السياحي بتاع ماجي تورز في إسرائيل، وهي لقت قبول في الويست إند، بس في بعض التفصيلات اللي إحنا المفروض نتناقش فيها عشان نوصل إلى شكل اتفاق مبدئي ينظم شكل العلاقة والتعامل ما بين الويست إند. بالشكل ده يبقى اتفقنا على كل بنود العقد. في حاجة مستر سمحون؟ اعرف بس سر ابتسامتك مستر هوبكنز. هو ممكن يكون السبب مزعج بالنسبة لك. ما عرفت الحقيقه ما تزعجش مستر هوبكنز، لأن دي أول مرة في حياتي العملية وكمدير لشركة أتعامل فيها مع يهود مستر سمحون، وواضح إنك يهودي قح. متهيألي ان تجهيز العقد مش هياخد اكتر من 48 ساعه. جورج، العقد هيكون جاهز بعد بكره الساعه 1. متهيألي ده ميعاد مناسب لتوقيع العقد. انا سعيد جدا بالتعاون مع ويست اند مستر هوبكنز. وويست إند سعيدة بالتعاون مع راجل ليه ذكاء مستر سمحون. جنتلمان. ثانك يو. لكن انت ايه اللي خلاك تعتقد اني وحيده؟ يعني المسألة مش محتاجة الذكاء زي ما انت متخيلة. ممكن اعرف اسم الجنتلمان اللي عزمني على كاس؟ سمحون، ديفيد شارل سمحون. اسرائيلي بالتاكيد. دي برضو مش محتاجة الذكاء. انت في لندن للعمل ولا للسياحه؟ في عمل، بس بحاول اني اختلس منه ساعات للسياحة. لكن الاماكن دي مش احسن الاماكن في لندن للسياحه؟ لان السياحة مهنتي، فمتهيألي ان انا اعرف حقيقتها اكتر من غيري. حقيقتها؟ السياحة الحقيقية مع البشر، مش في الاماكن بس. انت راجل سياحه وفيلسوف. او وحيد زيك. مستر سمحون، ديفيد، إذا ما كانش عندك استعداد إنك تقبلي دعوة على العشاء مع غريب زيي وتنسيه بكرة الصبح، أنا مستعد أعتذر لك وأمشي على طول. مستحيل. زمن المستحيل انتهى. انت مين؟ قلت لك وحيد زيك، بس مفيش في حياتي مكان للحزن. تتصور انا كنت هطلب منك تمشي فعلا. دلوقتي حاسه اني محتاجه لك قوي. دي حكايتي كلها. انت بقى حكايتك ايه؟ انت تعرفي حاجة عن ألف ليلة وليلة؟ ألف ليلة وليلة كانت بتسكت شهرزاد لما النهار بيطلع، مش شهريار. أنا متهيألي إن المؤلف اللي ألف الكتاب الرائع ده كان بيقصد يعني إن سماع القصص أو قراءتها كان بيبقى بالليل، وإحنا دلوقتي خلاص النهار قرب يطلع. مش هتديني عنوانك؟ ولا هاخد عنوانك، بس صدقيني الليلة دي بالذات هيبقى لها مكانة خاصة جدا في حياتي. حقيقي ديفيد؟ أكتر مما تتصوري. ديفيد انت مش معقول. ممكن كمان تكون دي بداية جديدة. صحيح. خلي الذكريات زي ما هي، وحاولي دايما انك تحتفظي بحلم جميل جواكي يساعدك على مرارة الحياة والوحدة. ايه خلاص؟ زي ما اتفقنا، ومن غير ما تبصي وراكي احتفظي بالحلم ده وحافظي عليه، هيساعدك كتير.
جود مورنينج. جود مورنينج. تشرب ايه؟ عصير برتقال طازه. ده احنا في الشتاء. خلاص نخليها بلاك كافي. احنا في انجلترا دايما بنشرب شاي. اوكي يبقى شاي. اوكي. وبعد ما تشرب الشاي اسأل صاحب المحل عن تمنه وقول له الحساب كام من فضلك؟ 9 شارع دوك يورك، الشارع الثالث على اليمين. اهلا سيد مصطفى، الحمد لله على السلامه يا فندم. ازيك يا عزيز؟ كنت في انتظارك على احر من الجمر. بالتاكيد. اتفضل يا فندم. اتفضل. السيد شريف والي بيعتذر لسيادتك لانه اضطر يروح لموعد عاجل. على كل حال انا كنت ناوي اقعد معاك اطول فتره ممكنه. وانا تحت امر سيادتك. اظن حضرتك محتاج لفنجان قهوه. انا محتاج لاهتمامك اكتر من القهوه. وانا تحت امرك يا فندم. 2 قهوه مظبوط لو سمحت. حاضر يا فندم. يا ترى ايه اخبار اللقاء مع ديفيد؟ انت عارف طبعا اني اتعرفت على ديفيد قبل ما يسافر من مصر، وكنت اول من تعامل معاه في الخارج. طبعا انا عارف ده كويس. باختصار اللي عايز اقوله ان اللي قابلته المره دي واحد تاني غير ديفيد سامحوني اللي اعرفه من 5 سنين. ممكن توضح لي اكتر يا سيد مصطفى؟ الدوسيه ده فيه تقرير هتلاقي فيه كل اللي انت عايزه. ارجو انك توصله للسيد شريف والي لاني ما اعتقدش اني هلحق اشوفه بكره. والنوتة دي هتلاقي فيها 10 اسماء هم اللي رشحهم ديفيد للتعاون معاه، وهتلاقي كمان تحليل تفصيلي لكل شخصية. يا ترى ترشيحاتنا للشخصيات كانت صح؟ إلى حد كبير. ايه ده يا سيد مصطفى؟ يظهر ان حضرتك اديتني نوتة غلط. المشكلة ان ما كانش فيه غير نوتة واحدة هي اللي استلمتها من ديفيد. ايوه بس النوتة دي صفحاتها فاضية. هو ده ديفيد دلوقتي يا عزيز. مش فاهم. ديفيد زي العادة جه في ميعاده، وحسب اتفاقي معاك ما حاولتش اسأله أي سؤال، وسبت الحديث بينا ياخد مجراه. وفي الحقيقة ده كان مفيد جدا، لأنه اداني فرصة أشوف ديفيد بعد مرحلة التدريب اللي أخدها على إيدين نديم هاشم. ولقيت إيه؟ زي ما قلت لك، لقيت إنسان تاني خالص. يا ترى كان سعيد بالأسلوب الجديد؟ مفيش شك كان سعيد جدا، لدرجة إنه قال إن الشركة بالأسلوب ده ممكن تتوسع في المرحلة الجديدة. وحذرته طبعا من ده. واديته تعليمات غاية في الوضوح إنه ما يعملش أي نوع من أنواع التغيير في حجم الشركة إلا لما ياخد مننا الضوء الأخضر. لحد ما سألته وكأن الأمر عارض تماما عن طبيعة علاقاته في المجتمع الإسرائيلي دلوقتي. ساعتها قال لي بالمناسبة أنا كنت جايب لسعادتك معايا أسماء 10 شخصيات تختارهم للتعاون معانا. انت مش شايف ان 10 اسماء يبقى كتير يا ديفيد؟ والله يا فندم ده مجرد رأي، والكلمة الأخيرة هتكون لكم بالطبع. في النوتة دي هتلاقي أسماء ال10 شخصيات. ايه ده؟ انت اتجننت؟ ليه يا فندم؟ انا كنت متخيل انك بعد التدريب اللي اخدته هتنفذ تعليمات الامن بحذافيرها. ده اللي أنا عملته بالظبط. عملت ايه؟ كاتب 10 اسامي اسرائيليه في النوتة؟ ايوه ما هو اصل انت عارف ان ده ممنوع ومحظور تماما لان في خطر كبير على امنك وسلامتك. ايوه ما هو مش كده وبس يا ديفيد، مش كده وبس. في ايه تاني يا فندم؟ كنت فين امبارح بالليل؟ كنت مع سهران مع واحده اسمها ليزا. ليزا ايه؟ معرفش. تعرفها قبل كده؟ ولا عمري شفتها. قمت تسهر معاها 5 صباحا وفي الشارع. ودي فيها ايه دي يعني؟ فيها اكبر غلط. غلط ايه؟ ده مش غلط واحد، اكتر من غلط في بعض. في ميعاد بيني وبينك النهارده اللي هو احنا فيه دلوقتي، المفروض ان جنابك تجي لي نايم وذهنك صافي. ثم جالك منين ان ليزا دي مش دسيسه عليك وعايزه تعرف عنك حاجات معينه؟
وافرض انها دسيسه. افرض يعني ايه؟ لازم تفهم ان امنك ده شيء في غايه الاهميه، يجي في المقام الاول قبل اي حاجه تانية. يا سيد مصطفى، ممكن اوضح وجهه نظري؟ يا ريت بقى، وضح كده وجهه نظرك. في المقابله الاخيره مع السيد نديم هاشم كانت تعليماته واضحه وصريحه ان اقطع علاقتي باستر بولانسكي. تمام. ونفذت التعليمات بالحرف. والنتيجه ان الناس في تل ابيب دلوقتي بقوا يبصوا لي بدهشه. ليه؟ لانهم عارفين من 5 سنين ان ديفيد شارل سمحون مش ممكن يقعد المده دي كلها من غير ما تكون له علاقات نسائيه، والمفروض ان اظهر قدام المجتمع الاسرائيلي على اني راجل هوائي وبتاع ستات وماليش امان. وده دخله ايه في اللي حصل امبارح؟ بعد ما انتهيت من استر برونسكي ما كانش عندي وقت اني اعمل علاقه او حتى اتظاهر باني على علاقه، خصوصا اني كنت مشغول بشغلنا بخلاف الشغل بتاع الشركه مع سكرتيره جديده. يهوديت مردخاي، ظاهر ان ذاكرتك ضعفت. ده مش حقيقي، لاني انا مش ناسي يا مصطفى بيه قبل ما اركب المركب من نابولي الى تل ابيب انك قلت لي اوعى تفتكر اننا سايبينك لوحدك يا رافت. نرجع لموضوعنا. لما وصلت لندن كان عندي احتمال ولو 1 في المليون ان ممكن يكون في حد بيراقبني، او حتى على الاقل ممكن حد يشوفني صدفه. قدام مني 48 ساعه اجازه لغايه ما اخلص شغلي مع الويست اند، يبقى كان لازم ادور على اي نوع من المتعه، اي متعه، والا الامر كان ممكن يبقى ملفت للنظر. حتى لو سلمت انا بوجهه نظرك، ازاي تسمح لنفسك انك ترتكب خطأ فادح بالشكل ده؟ تكتب 10 اسامي اسرائيليه في النوتة؟ ممكن سعادتك بس تقرا الاسماء ال10 الاول؟ ودي تفرق كتير؟ تفرق كتير قوي، صدقني هتفرق كتير. اقراها. ولما مسكت النوتة وفتحتها حصل لي اللي حصل لك بالظبط. ممكن سيادتك تشرح لي الامر اكتر؟ الاسماء مكتوبه فعلا يا مصطفى بيه، بس بالحبر السري. معقول ده؟ هو ده ديفيد الجديد يا عزيز؟ لعلم سعادتك بقى انا جبت المظهر معايا، لان طبعا ما كانش ممكن اجيب معايا اساس الكولونيا لاني مسافر اوروبا، يعني ممكن اشتري كولونيا من اي نوع يعجبني، ولان جيوبي الانفيه ملتهبه فحطيت شويه من المظهر في الازازه دي. بس افتكر احنا عندنا وقت علشان نظهر الاسماء ونناقشها والله سعادتك ممكن توفر الوقت والمظهر كمان. ازاي؟ انا حافظ الاسماء والمعلومات اللي انا كاتبها في النوتة دي، ويمكن بشكل اوفر من اللي انا كاتبه ده، لاني وانا بكتبها كنت بكتبها بتركيز شديد. الشيء الغريب يا عزيز انه ذكر لي الاسماء اسم، ومع كل اسم تحليل تفصيلي عن حياته، حالته الاجتماعيه، علاقاته، نقط ضعفه ونقط قوته. ايوه بس كان لازم يعرف ان اختيار 10 اشخاص في مده وجيزه زي دي تسرع ملوش لازمه. الكلام ده لو كان في اسرائيل، لكن اللي انا عاوزك تحطه في اعتبارك يا مصطفى بيه ان الناس دول انا اعرفهم من 5 سنين كامله، مش اعرفهم وبس، ده انا عاشرتهم وعاملتهم وصدقتهم وعرفت منهم اسرار كتير. وفوق كل ده وده يا مصطفى بيه اعرف عن كل واحد فيهم كل كبيره وصغيره في حياته. معنى ذلك ان احنا ممكن نختار سوا 3 أو 4 اسماء، عليك في الفتره اللي جايه انك تتقرب منهم. كلامك واضح يا مصطفى بيه، يعني نعمل علاقات معاهم. برافو يا رافت. ياه، ايه مالك؟ اخيرا افتكرت ان اسم رأفت. حسيت يا عزيز ان اسم رأفت بالتحديد بيعتبر في حد ذاته مكافأة عظيمة بالنسبة له. بالتأكيد. بعد ما قال كده ابتسمت وحاولت أكمل الحديث معاه، إلا إنه سكت. ليه؟ من حقي بقى ما دام نادتني باسم رأفت إني أشرب كوباية شاي. أعمل لك شاي معايا؟ وليه؟ ما نعمل الشاي سوا. انت ما بتعملش شاي كشري في تل ابيب؟ بعمل طبعا، لكن لما اشرب الشاي وانا لوحدي في تل ابيب حاجه، ولما اشربه مع واحد من ريحه الحبايب حاجه تانية خالص. معنى كلامك اللي انت قلته ان سيرينا اهاروني هي اقرب اصدقائك؟ ده صحيح فعلا، لكن لاحظ سعادتك ان السيد نديم هاشم
حذرني منها في اخر مقابله ليا معاه. لذلك علاقتك مع سيرينا قهروني لازم تختلف تماما عن باقي كل علاقاتك مع التانيين. في نفس الوقت لازم تفهم ان علاقتك بسيرينا قهروني هتكون مفيده جدا بالنسبه لنا. تقصد ساعتك يعني بالنسبه لمجموعه العلماء اللي بيسهروا عندها كل سبت؟ مفيش شك الناس دي هتمدك من غير ما تاخد بالها او يحسوا بمعلومات على جانب كبير جدا من الاهميه. علشان تطوير الاسلحه اللي بيجيبوها من فرنسا؟ لا، وكمان استزراع ارض النقب، وفي حدود علمي انهم بيحاولوا ابتكار اساليب جديده في الري. لاحظ ساعتك كمان ان في ناس بتسهر عند سيرينا قهروني بيشتغلوا في مفاعل ديمونه. ده الى جانب ان سيرينا قهروني بيبقى عندها مؤشرات واضحه لحركه الحكومه الاسرائيليه في مجالات كتير. يفضل بقى من اللي سيادتك هتختارهم غلط. ايه هو اللي غلط؟ اللي احنا انت وانا هنختارهم. تمام. يفضل عندنا دان روبينوفيتش وايزاك بن عميتاي وبيخور شطريط. ديفيد، خليك حريص جدا مع دان. تفتكر ساعتك يعني انه وقت المفاتحه ممكن يستجيب؟ انت اللي هتقولي. عموما دي تتوقف على عوامل كتير. زي ايه؟ زي احساس دان بالظلم بالنسبه لزمايله التانيين، وزي حبه الغريب لكلارا. تصور سعادتك ان كل كلارا ما تاكد حبها ليه كل ما دان بيتعب. هي اللي قالت لك كده؟ لا، سيرينا ومصطفى بيه. وسيرينا عرفت منين؟ من كلارا. طب وايه رايك في اللي يساعدك على حسم المساله دي؟ مساله ايه؟ انك تقدر تعرف العوامل الخاصه لكل شخصيه. والله ايدي على كتفك يا مصطفى بيه. افرض مثلا انك على الربيع الجاي وجهت دعوه مجانيه او بسعر مخفض لكل واحد من المجموعه دي على حده، طبعا بما فيهم سيرينا قهروني، على رحله من رحلات الشركه. لاوروبا مثلا؟ لا كده ما تبقاش يهودي. يبقى مفيش بقى غير قبرص. الله، لكن ايه دخل الدعوات دي عشان كده يبقوا قدام عينيكم لمدة أسبوع أو 10 أيام وتبقى الدراسة عليهم مكملة للدراسة اللي بتتم دلوقتي بالفعل. في نفس الوقت هتكون دراسة حاسمة، بحيث لما تاخد مننا الضوء الأخضر بالمفاتحة تبقى كل خطوة من خطواتك مدروسة ومؤمنة تمام. إيه بتفكر في إيه؟ مش عارف بالظبط، لكن يعني بدل ما أعزم كل واحد منهم في فوق، ما أعزمهم كلهم في فوق واحد. لاحظ انك بيزنس مان، وكونك انك تعزمهم كلهم مره واحده حتى لو الدعوه مخفضه مش مجانيه هيبقى كتير منك. ايوه، بس في نقطه لازم تحطها في اعتبارك. اللي هي ايه؟ يعني ان كلهم بيعرفوا بعض. طب دي فيها ايه؟ معناها اني لما افصل واحد عن التانيين ده ممكن يعني يلفت النظر. انت هتعزم الباقيين بعد كده؟ بس في الحاله دي بقى هتكون الانظار انتبهت والكلام زاد والتساؤل كتر، وهتبقى دعوتي للتانيين معناها ان انا بغطي الدعوه الاولى. ايه راي سيادتك؟ شايك هيبرد، اشرب. ياه، على كده يا سيد مصطفى انتوا ما خلصتوش الا اخر اليوم. ساعتها حسيت يا عزيزي ان اهم شيء هو اننا نأمن ديفيد بكل الوسائل. واكيد سيادتك نبهته. على العموم عليك انك تكون حريص جدا في علاقاتك معهم، وما تنساش كل اللي مطلوب منك انك توطد علاقتك مع كل واحد فيهم على حده بعيد تماما عن الباقيين. تفضل حاجه كنت عاوز اقول لك عليها. قول يا ديفيد. انا سمعت من بيخور شطريط. سكير؟ ايوه بالظبط، زي ما سمعت برضو من ايزاك بن عميتاي المقامر. ايوه تمام. ايه سمعت ايه؟ سمعت ان في خلطه جديده بيعملوها عشان يرصفوا بيها بعض المطارات الحربيه في اسرائيل. خلطه ايه دي؟ في الحقيقه انا ما اعرفش بالظبط، لكن بيخور شطريط نفسه قال لي ان الاوامر اللي نزلت بخصوص الحكايه دي سببها الترميم. وايه اللي خلاه يكلمك في سر زي ده؟ لا، ما اصل بيخور شطريط ده لما بيشرب ما بيحسش هو بيقول ايه، ده اولا. وثانيا
ثانيا هو مش مقتنع ان المساله مساله ترميم بس، لان في الفتره الاخيره اتسحبت حاجات من مخازن جيش الدفاع، مهمات كتيره قوي ومتنوعه. وما قالكش ايه اسباب اللي بيحصل ده؟ هو بيقول ان سبب ان في بعض الجنرالات اللي في الجيش بيعملوا او بيقوموا بعمليات سرقه وعمليات رشوه، وان كل جنرال من دول له علاقه بشركه من شركات المقاولات، ويمكن في بعض الشركات بتدفع ليهم مرتبات شهريه. وانت رايك ايه في ده؟ في الحقيقه يا فندم انا ما كنتش اقدر اكون راي قبل ما اسمع راي ايزاك بن عميتاي لما طلب سلفة. بالظبط كده. اوعى تكون سالته بشكل مباشر. ما تخافش عليا يا مصطفى بيه، انا مذاكر كويس جدا. امال كلمك ازاي في الموضوع؟ هو اصله كان بيطلب الفلوس بالحاح فظيع، خصوصا بعد ما خسر مبالغ كبيره قوي مع الناس اللي كان بيلعب معاهم، ويظهر انهم هددوه انهم يفتحوا امره. حاول يقنعني انه ما عادش يلعب زي الاول، وانه بيشتغل حوالي 15 ساعه في اليوم. انا طبعا ما سالتوش لانه قال لي على كل حاجه بالتفصيل. قال لك ايه بقى بالظبط؟ قال انهم مش بس بيرصفوا ممرات الهبوط في المطارات الحربيه، لكن بيطولوها عن معدلها الطبيعي. وما قالكش ايه السبب؟ هو نفسه مش مقتنع بالسبب، ومش مقتنع ومندهش من اللي بيحصل ده كله. طب انت ايه تقديرك للحكايه دي؟ والله يا فندم انا رايي ان الحكايه دي وراها حاجه. ايه اللي خلاك تقول كده؟ لان الناس دي يا مصطفى بيه حتى لو كانت بتسرق ما تبعزقش فلوسها كده من غير سبب. مش ممكن. ايه فيها مصطفى بيه؟ بعد كل الساعات اللي قعدناها مع بعض دي وعندك معلومه زي دي ومش عايز تتكلم؟ ده لسببين. ايه هما؟ اول سبب انكم علمتوني ان كل شيء في وقته. ثانيا انك هتجد كل المعلومات دي مكتوبه عندك في النوتة، بجانب بعض المعلومات عن الاسلحه الفرنسيه اللي وصلت اسرائيل، وبرضه في شويه معلومات اقتصاديه وسياسيه وعلميه. ايزاك ما قالكش عن المواد المستخدمه في الخلطه الجديده دي؟ لا هو ذكر لي اساميها بالتفصيل. طب ايه هي؟ في الحقيقه انا ما فهمتش منه ولا كلمه، لانها كلها مركبات علميه معقده. بس انا برضو كتبتها بالتفصيل بعد ما سبته مباشره، لاني بالتاكيد كنت هنساها. هتلاقيها برضو مكتوب عندك في النوتة.